السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى نعمل مع بعض كحك العيد الدايب بقى. النهارده هعمل معاكم 2 كيلو كحك. وبدأت معاكم بقى، هبدأ معاكم واحط الإيدام بتاعي على النار، اللي هو كل كيلو كحك، كل كيلو دقيق هياخد 600 جرام من السمنة. انا هنا هعمل 2 كيلو دقيق، هياخدوا معايا كيلو 200 جرام من السمنة. عايزة اقول لكم والله والله جربوا المقدار ده، هتدعوا لي قوي قوي، وهتاكلوا كحكاية ما اكلتوهاش قبل كده. انا معايا اهو 2 كيلو دقيق اهو. ده الضحى. انت بقى عايزه تعملي اي نوع دقيق عندك اعملي، شوفي انت بترتاحي على ايه، حتى لو انت بتجيبي دقيق سايب. اول حاجه انا هنخل الدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين. طبعا انا حطيت الايدام بتاعي على النار، اللي هو على كل كيلو 600 جرام. حطيت ال 2 كيلو. هسيب الايدام بتاعي يسخن قوي، علشان انا مش عايزاه على البارد، انا عايزاه يعني بمعنى اصح ان احنا نقدح السمنه. بعمله بالطريقه بتاعت زمان، بتاعت ستي وستك ومامتي وكل حاجه. تمام. بعد ما نخلت الاتنين كيلو دقيق بتوعي، هنزل عليهم بالبيكنج باودر زي ما انتم شايفين. الاتنين كيلو دقيق هياخدوا معايا معلقه بيكنج باودر، ما تكتريش اكتر من كده. ورشه الملح بتاعتي، طب احنا عارفين دي رشه الملح دي سنه لازم تتحط. يبقى الاتنين كيلو اخدوا ايه، معلقه بيكنج باودر ورشه ملح ومعلقه محلب، عشان انا مش بحب احط له اي ريحه. وهنزل عليه بمعلقتين سكر بودر. تمام. عايزه تستبدلي السكر البودر بسكر عادي زي ما انت عايزه. والاتنين كيلو دول هياخدوا معاكي بالظبط 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 تمن سمسم احمر. هاتي بقى طبعا سمسم نضيف. يبقى الاتنين كيلو اخدوا معايا ايه يا جماعه؟ 600 جرام من السمنه، معلقه بيكنج باودر، رشه الملح، معلقه محلب كبيره، معلقتين سكر بودر. عايزه اقول لكم المقدار ده مظبوط جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم والله طلعت الكحكايه بجد هتدعولي. سبت السمنه بتاعتي سخنت قوي، يعني معنى اصح قدحتها. انا عايزاه مقدوح، مش عايزاه على البارد. وهنزل بيها واحده واحده على الدقيق بتاعي اللي انا نخلته زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى ان انا اقلبه كده، انزل بالسمنه واحده واحده واقلبه، انزل بالسمنه واحده واحده واقلبه، عشان السمنه بتاعتي سخنه. طبعا سمي الله وخلي بالك قوي قوي وانت بتعملي حاجتك، علشان ايه؟ ربنا طبعا كل حاجه بتذكري فيها اسم الله ربنا يملى لك بركه. زي ما انتم شايفين انا بشرب اهو الدقيق كله، الايدام بتاعي كله 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 زي ما انتم شايفين. وبعد ما اشربه بقى، هبتدي بقى ان انا اسيب المعلقه كده. الخطوه الجايه لازم تسيبي المعلقه. احنا كده لغايه لما العجين بتاعي يبرد، بعد كده لازم تسيبي المعلقه. تبداي بايديكي قبل ما تنزلي عليه بخميره ولا ميه، تبداي ان انت بتبسي العجين. العجين بتبسيه ليه؟ العجين ده يعني بتشربيه الايدام، لازم تبسيه، اهم حاجه فيه البسه. بتشربيه الايدام بتاعك كويس جدا عشان يطلع معاكي مظبوط مظبوط. طبعا احنا عارفين بقى ان اطفالنا بيبقوا فرحانين واحنا بنعمل، وبنتي واقفه جنبي، يا ماما اعمل معاكي، يا ماما اعمل معاكي. بس انتوا عارفين طبعا الحاجات دي ما ينفعش الاطفال يحطوا فيها ايديهم. طبعا نزلت بالمقدار ال 2 كيلو دقيق دول بباكو خميره. عملته طبعا زي ما انتوا عارفين ميه دافيه، معلقه سكر. وبتنزلي بالخميره الاول بعد ما بتدوبيها وبتتاكدي ان هي خمرت كويس. انا ما بحبش احط الخميره على طول على العجين، لازم اختبرها بره. وابتدي اقلب الخميره مع العجين كويس. وبعدين هبتدي بقى ان انا احط الميه. ليه ما احط الميه اخر حاجه؟ علشان انا ما انزلش بالميه واحده واحده. كل عجينه كل دقيق بيختلف عن التاني في الميه. في دقيق هياخد كوبايه، في دقيق هياخد نص كوبايه، في دقيق هياخد كوبايتين. بس انا عايزه اقول لك ملحوظه، انا هنا اخد معايا كوبايه الا ربع من الميه بس. كل ما هتكتري ميه، الكحكايه بتاعتك هتطلع مش ناعمه وهتطلع معاكي ناشفه. اوعي تكتري الميه. لازم العجينه كده ما تعجنهاش كتير، وكمان ما تحطلهاش ميه كتير. انا هنا خدت معايا كوبايه الا ربع من الميه. هسيبه بقى ايه ان هو يرتاح معايا كده. وبعد كده هبدا بقى ان انا إيه اوريه لكم. تختبر العجينه عايزاه ميه تاني ولا لا. تمسكي حته كده وتكوريها. لو ما شققتش من الجناب يبقى هي مش محتاجه ميه. شققت منك يبقى هي عايزه شويه ميه صغيرين. انزلي بالميه واحده واحده بعد ما تحطي الخميره بتاعتك، عشان الخميره يعتبر ماده سائله. تمام تمام. انا هنا ما كانتش محتاجه معايا ميه وزي الفل. هسيبها بقى وارجع اوريكم هعمل فيهم ايه. خدت حته بقى بعد ما ارتاحت، وهبتدي بقى ان انا اقعد اعملها بايدي كده، اعجن فيها بايدي كده. انا طبعا هحشي عجوه وهحشي ملبن. تمام. انت على حسب حريتك، عايز تحشي ملبن بس احشي، عايزه تحشي عجوه بس احشي. انا حبيت ان انا يعني احشي ده واحشي ده. خدت حته اهو. ما تكبريش العجينه، خليها صغيره عشان في النار بتترفع وبتفرش، عشان انت حاطه فيها خميره. تمام تمام. بصوا الحجم ده كان كده كويس. طبعا بعد ما بتحشي شويه بتسيبوها ترتاح. حشيت قدامكم الملبن، هحشي قدامكم كمان العجوه. وعايزه اقول لكم لازم تسيبيها ترتاح شويه، وبعد كده تبداي ان انت تنقشي فيها. طبعا ما تسيبهاش ترتاح قوي، عشان ايه؟ لو انت بتنقشيها ما ت... يعني
تعملش منك يعني. فطبعا انت لو عندك حاجه ببصمه اعملي بالبصمه، انا عندي منقاش ما عنديش بصمه. تمام. بصوا بقى كانت ارتاحت معايا. هبتدي بقى ان انا اشكلها. بصوا زي ما انتم شايفين هنقشها. انا حبيت ان انا اوريكم كل حاجه عملتها، والله والله يا جماعه بمصداقيه وبامانه. العيارات اللي انا عملت بيها دي هتطلع معاكم كحكايه بتدوب في البق. تحفه 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 وبتدوب في البق. بصوا اديك شايفين وزي الفل، والعجينه معايا مظبوطه. انا كده كنت خلصت الصاج بتاعي اهو. هبتدي بقى ان انا ادخله الفرن، واصبري كده على حاجتك واحده واحده وطلعيها هتبقى معاكي زي الفل وزي كل حاجه تبقى معاكي جميله ان شاء الله. بصوا بقى، بصوا بعد ما طلع انا خلصت الكحك بتاعي. طبعا مش عايزه اطول عليكم الفيديوهات، طريقه سريعه وطريقه مضمونه وموثوقه، وانا ما قلتلكوش غير بعد ما عملت. واعملي بالطريقه دي واكتبي لي رايك في الكومنتات. وكل سنه وانتم طيبين. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.